الحمد لله على ما أعطى والشكر له على ما منع. الشيخ سيد القاضي كان يقول الحمد لله على ما أعطى والشكر له على ما منع كذلك، واللي منحها كذلك رانا نشكروه عليها. لابد لما منحها راه لابد فيها فائدة، لأن الدنيا اللي جات يعني حلالها حساب وحرامها عقاب. حلالها كسبت هذا القلم يوم القيامة تسأل عليه، حلالها حساب، والحرام عقاب. واللي ما جات أنا تهنينا لا حساب ولا عقاب. إذن اللي ما جات خير ولا لا؟ هذا ضرك مصح من بعد حديث واحد آخر يعني. لو كنا نمشوا بهذا المفهوم بأن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، ما نعود يعني كل ما بان شيء من زخرف الدنيا نقول يعني حبذا لو كان لنا لا لغيرنا. نعم. إذن قلنا أن هناك أيادي خارجية، والعامل دائما الفاعل دائما هو الشيطان، والمفعول به دائما هو الإنسان في كل الأحوال يعني. دائما الإنسان هو المنصوب يعني. يعني ومبني على النصب فاني، لا كان هناك مبني على النصب. مبني الإنسان مبني على النصب يعني. أي شيء ترى إذا الله سبحانه قال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، تسخير من الله سبحانه وتعالى. حتى الشيء اللي ما نفهمينه احنا، تشوف النجمة دائما ولا القمر ولا الشمس تقول ما عندها علاقة بنا، لا راكم ولا أنا دايرة، لا، كل ذيك الأفلاك عندها علاقة بك، كل ذيك الأملاك عندها علاقة بك، حتى النملة اللي تدب عندها علاقة بك. كل شيء بميزان، كله خير من الرحمن سبحانه. كذلك بالعكس الشيطان كل ذيك الأشياء يبقى يستعملها بالضبط باش يتعبك في هذا الدنيا، على الأقل يحزنك. إذن فتغيير الحياة بهذه المستويات الآن، حتى ولو جاءتنا من الغرب وتراها بعامل دنيا وبعامل حضارة وكذا، ولكن من وراء ذلك كله الشيطان. إذن حينما نسمع ساداتنا الصالحين يقولوا بأن هذه الحضارة التلفاز أو الانترنت أو كذا من ورائها الشيطان، مش قصدهم أن الشيطان هو اللي خلقها ولا الشيطان هو اللي تصرف في الزمان والمكان، لا، ولكن قصدهم بأن الدافع والغاية أن أي شيء من الدنيا إذا تضافر، أي شيء من الدنيا إذا كثر وعاد تبهرج، راه الشيطان عنده إيد فيه. ولكن أي شيء إذا هو كان أقرب إلى الآخرة وإلى الهدى والإيمان راهو من عند الله سبحانه وتعالى. هكذا إذا ما فتحت الدنيا وتبهرجت لابد الشيطان راهو داخل فيها، لابد. وشوف كي يقول سيدنا رسول الله المرأة شيطان إذا هي أقبلت أو إذا هي أدبرت. كون يسمعوه نساو واش يقولوا، احنا شواطين نقولوا ماكش انتم شواطين، ولكن الشيطان راهو يلعب من وراكم. كي تجي انت فايته يجي الشيطان يحضر، ما لو كنت ريح انت في داركم ما يحضرش الشيطان. كذلك جات الانترنت هذه المرأة، والانترنت قدا فيه المرأة 3 ملاير مرأة. ولا لا؟ والتلفاز قدا فيه، وقس على هذا. كان بكري يعني قلنا احنا شدوا يا نساء دياركم خلاص ما عاد مخرج الشيطان، قال لنا الشيطان دوك نجيب لهم من جهه واحده اخرى، تعود هي مريحه في دارهم بس خارجه قدام في جيب. اذا الحبائل اللي يصطاد بهم الشيطان هذه الالات وهذه الامور تاع الدنيويه، هذه كل امور وين ما لقى امر تاع الدنيا يريد ان يدخل من ورائه.